اعمل لك استكانه شاي؟ اكيد مش هعمل فيها ريفيو. بص انا مخمطكم بقى معايا شويه يا اخي، الواحد اتربى على الحاجات دي. هو الغالي ثمنه فيه ولا الرخيص معديه؟ جايب لكم شويه منتجات خرمانطيه الشكل او منتجات عشوائيه. الواحد ساعات بيميل الى العشوائيه. عشوائيه يعني مش شبه بعض. في الطبيعي الحلقات اللي بتبقى عن الاكل او المنتجات بتبقى جايب كل حاجه من نفس النوع، احسن فراخ مشويه، احسن فراخ مقليه، احسن برجر، احسن مسحب. في الحلقه دي انا جايب لك من كل فيلم اغنيه عشان نرضي جميع الاذواق ونغطي اكبر عدد ممكن من المنتجات، ونعمل تحدي بين المنتجات دي ونشوف الغالي يكسب ولا الرخيص. الفولو بقى والسبسكرايب دعما لحبيبك واخوك المانجو. وزي ما احنا متعودين المانجو لازم يشغل لنا دماغنا كده ويرجلشها. لو قوه تركيزك او تركيزك اكس، طلع الغلطه او الاشتغاله اللي حصلت او لسه هتحصل في الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو هنحط اللي ربنا يقدرنا عليه في حصاله المانجو او حصاله الخير. ودي يلا بينا نبدا التحدي. نبدا بايه يا مانجو؟ شويه تونه. علبه تونه قطعه واحده ب 35 بولمان ضد علبه تونه قطعه واحده ب 125 بولمان. يا ترى الغالي يكسب ولا الرخيص؟ التونه الاقل في السعر اسمها كافا تايلاندي وبتتباع هنا في مصر، وزنها 185 جرام. نوع السمكه اسمها بلو فين. الغاليه دي انا شفتها موجوده كتير اسمها ريو ماري، والسمكه بتاعتها اسمها سكيب جاك. تعليم بره. يلا بينا نفتح الاول الكافا. لونها فاتح ولطيف، يا مالها متبته على الدنيا كده ليه؟ تعالوا اوريكم شكلهم من جوه. ده شكل الكافا اللي هي الرخيصه، وده شكل ريو. تحس ان دي مفتته سيكه، لكن دي قطعه على بعضها كده. وان الطبقين يا ولدي. يا لهوي على الزروطه. وادي الثانيه. بصوا هنا تحسها ماسكه نفسها، هنا دي مفتته رغم ان هي مكتوب عليها من هنا قطعه واحده. ندوق الريو. بسم الله. والله هو طعم تونه حلو، طعم التونه نضيف ومش زفره. وديني على الكافا. بسم الله. هو فعلا طعم التونه مختلف، يعني فعلا سمكتين غير بعض. دي برضو طعمها عاجبني، بس الصراحه فيها سنه زفاره سيكا. لو قارنا بين الاتنين دول بعيدا عن السعر انهي فيهم يكسب من ناحيه الطعم، الغالي يكسب. نحبس بقى. اعمل لك استكانه شاي. شاي العروسه 25 فتله ب 14 جنيه. ابو حميد تي 25 فتله ب 34 بولمان. واللي ما يعرفش شاي العروسه هو حاجه كده من التراث. العروسه، الورده، البراد الازرق، ويوم ما خربنا الدنيا جبنا ليبتون، لكن دلوقتي ظهر انواع كتير في السوق. يلا نبدا التحدي ونشوف مين فيهم يكسب. شكل علبه العروسه ملزوقه بشمع وشغل فاخر. الله، ده حاططها لك جوه باكج وبتاع، وكتب العروسه تي بريميوم بلاك تي. العروسه بيتطور. احمد تي. معلش انا اسف. عامل لي من هنا بص بتاع كده تشدها، شغل فاخر يا جماعه. بس انا برضه هفتحها زي ما فتحت العروسه. لا لا لا. هنا بقى حاطط لك ايه؟ الفتله مباشره كده. شكل الفتله ايه؟ ايه ده؟ هي العروسه راحت فين؟ اهي دي العروسه. يعني المفروض بقى زمان كانت بتبقى على الفتله من بره برضه، شالوها. نغلي الميه. ايه الاحراج ده؟ كانت المعلق بس عليه. 2 hours later. اشتغل. كوبايه 2 معلقه سكر 2. العروسه ابو حميد. ايه كان في اغنيه زمان لشاي العروسه ده كانت تقول لك ايه بقى؟ شاي العروسه. يا اخي الواحد اتربى على الحاجات دي. هانت اهي. يلا هوب هوب. بسم الله. واكيد مش هنقلب الشاي عادي. تي ان ايه. الاتنين تقريبا لونهم واحد. قرب كده شويه. مفيش نوع اتقل من التاني. نبدا بالعروسه. بسم الله. يا ولد، الشاي المصري الاصيل، سنه المراره الخفيفه مع طعم شاي رايق. بق ميه. احمد تي. بسم الله. طعمه حلو، بس كيفة الشاي مش هيعجبهم. ده ما فيهوش سنه المراره الخفيفه بتاعت الشاي. انا شايف في التحدي ده العروسه يكسب. اللي بعدهم، لو عايز تاكل فشار قدامك اختيارين، يا تاكله مملح يا تاكله على الموضه بالكراميل. ولو عايز تاكله على الموضه قدامك اختيارين، يا تاكله ب 150 جنيه او تجيبه ب 20 جنيه. فشار بالكراميل ويرزرز اوريجينال ضد فشار بالكراميل ابو عوف. انا دقت الاثنين قبل كده بس كل واحد في حلقه لوحده، لكن احنا جايين النهارده نقارنهم ببعض طبق. هنبدا بده على طول. ويرزرز اوريجينال، وهنا الكميه اكبر طبعا. ده 140 جرام، ابو عوف 100 جرام، بس ده ما يبررش فرق السعر. تعالوا اوريكم شكله من جوه. ده ويرزرز اوريجينال، تحس ان الكراميل عليه كتير قوي وغامق سيكه. ابو عوف افتح شويه. وانا في كلمه هنا مكتوبه وقلقاني شويه، قال لك اكتشف الجانب الطري لحلوى ويرزرز كراميل. الجانب الطري ده قلقني. حجم الفشار تقريبا في الاثنين واحد. ندوق بقى ابو عوف الاول. بسم الله. الفشار نفسه حلو، اللي حاسس بيه اكتر طعم السكر وطعم الكراميل قليل شويتين. نفصل. ويرزرز اوريجينال. انا كنت جايب الاثنين مع بعض على امل ان الرخيص هو اللي يكسب، بس الصراحه ويرزرز اوريجينال ده في حته تاني خالص. طعم الكراميل معاه طعم زبده موديها في السحاب. البتاع ده للاسف مش لاقي حاجه تنافسه، ففي التحدي ده الغالي يكسب. زبده الفول السوداني، او في روايه اخرى البينات باتر. حاجه حلوه وكلها فوايد صح؟ بس يا ترى الفوايد اللي في البرطمان ابو 58 جنيه هي الفوايد اللي في البرطمان ابو 249 جنيه؟ المفاجاه كاتبين من ورا في كل برطمان حجم الحصه في الاثنين 33 جرام. القيم الغذائيه في الاثنين زي بعض بالظبط. السعرات الحراريه
الغذائيه 190، البروتين 7 جرام، النشويات 8 جرام، كل حاجه هي بالظبط. ده حتى الاثنين كريمي. كده مش فاضل لنا غير الطعم. يلا بينا. هيرو، ريحه السوداني حلوه قوي. الماركه الثانيه دي اسمها جاف، امريكاوي. في فرق بين الاثنين، البرطمان ده بلاستيك وده ازاز، يعني هنستفيد من ده اكتر. هنعمل فيه مخلل بعد الحلقه. حاطين من هنا حمايه زياده كده. ريحه حلوه برضه. هيرو افتح سيكه من جاف. دي هيرو ودي جاف. جاف كده تحس ان فيها نقط كده، تحس ان فيها قطع سوداني صغيره. يلا بينا. تحسها مكلبشه سيكه. بسم الله. ماسكه قوي، بس طعم السوداني نضيف قوي ودسمه جدا. شويه ميه، معلقه جديده. دي كريمي اكتر. طعم السوداني هنا باين اكتر، بس حاسس فيها بسنه ملح كده. كواليتي وجوده عاليه. بس هل في فرق شاسع بين الاثنين؟ يوك. فانا لو هقرر اشتري واحده من الاثنين دول هشتري الرخيص. اذا في التحدي ده الرخيص يكسب. يا ترى مين هيكسب، الغالي ولا الرخيص؟ الموضوع ماشي قريب من بعضه قوي. بص انا مخمطكم بقى معايا شويه. هطلعكم زبده الفول السوداني على شويه مكرونه قلم عسل. دي مكرونه 500 جرام ب 85 جنيه، ودي مكرونه 400 جرام ب 19 جنيه. بس يا ترى في فرق بين الاثنين؟ وربنا ما اعرف. احنا ندوق ونحكم. في شويه معلومات مكتوبه من ورا الحاجه اللي لفتتني، ان الغاليه دي معموله من سميد القمح او سميد القمح، والسميد ده بيبقى نوع من انواع القمح القاسي اللي هو بيتعمل منه المعمول وبعض انواع الكحك. شفت المانجو في المعلومات العامه. المكرونه الرخيصه دي معموله 100% من السيمولينا. نسويهم ونيجي وادي. وصلنا. تعالوا اوريك شكلهم من قريب. دي الانيزي اللي هي الغاليه، ودي الرخيصه. وعلى فكره المفروض ان دي مش رخيصه قوي مقارنه بالانواع الباقيه، بس قلت اجيب حاجه فاخره برضه. اللي سعرها اغلى دي حجمها اكبر. وفي معلومه صغنونه كده، وانا بسويهم دخلت على الانترنت قلت اقرا شويه عن السيمولينا، لقيت ان السيمولينا اصلا هي السميد، فيعتبر كده الاثنين مكوناتهم واحد. من الملاحظات اللي كانت موجوده ان الاثنين وهم بيستووا الميه بتاعتهم كانت صافيه، ما كانتش مبيضه، فمعنى كده ان النشا في الاثنين قليل. النتيجه لحد دلوقتي 2-2. يا ترى مين اللي هيعملها؟ نبدا بدي مكرونه، مفيش اختراع، اكيد مش هعمل فيها ريفيور. مكرونه ما فيهاش حوارات. ندوق دي. والفرق الوحيد اللي ممكن المحه بين الاثنين ان دي بتقطم سيكه، تحس ان المكرونه ماليه مركزها كده، ماسكه نفسها. لو اتحطت في سوائل او اتحطت في حاجه سخنه مش هتعجن. ودي برده كده. انا بحاول المح اي فرق، بس الصراحه مفيش فرق. ومن الاخر في التحدي ده الرخيص يكسب. 3-2. نختمها بحاجه مسكره بقى، شويه مربى فراوله. 340 جرام ب 65 جنيه، 340 جرام ب 23 جنيه. في فرق. المربى دي اسمها مينزان جاسر ايطالي، ودي الرشيد الميزان مصري. الاثنين مربى فراوله. نشوف شكل الاثنين. من الشكل المبدئي كده انا مش شايف فرق كبير اصلا بين الاثنين. بتاعه الرشيدي كده حسيت ان فيها شويه ميه زياده، بس لمحتهم وانا بهز البرطمان. نبدا بالرشيدي. طعم المربى العادي فيها قطع فراوله، بس طعمها مسكر شويتين، وده طبيعي ما هي مربى. نفصل. ايه الغاليه دي طلعت جوسي اكتر. بسم الله. طعمها حلو. طعم الفراوله عالي قوي والكواليتي لطيفه. في فرق واضح في الطعم بين الاثنين، فالصراحه في التحدي ده الغالي يكسب. وبكده النتيجه هتكون 3-3. دبلوماسي قوي المانجو ده. بس في الحلقات اللي جايه بقى هحاول ان انا اجيب ارقام فرديه، يعني 5 منتجات 3 منتجات، عشان ما يبقاش في تعادل. لازم نحسب الفرق. اكتبوا لي بقى في الكومنتات حابين ان انا اجرب ايه تاني، ولو عجبكم تحدي الغالي والرخيص ده قولوا لي. اللي لسه ما عملش فولو او سبسكرايب يعمل ده دلوقتي عشان يجي له نوتيفيكيشن اول ما ينزل فيديو جديد. واخيرا لكل المانجو لافرز، سي يو.